خليني أحكي لكم عن أهم الفيتامينات اللي أنا باخدها ومستمرة عليها وشو فائدة كل فيتامين فيهم. بس أول شي لا تاخدوا أي شي عشوائي، يفضل بعد ما تعملوا تحاليل وبعد ما تستشيروا الطبيب تبعكم. عنا الفيتامين د، بما إني عايشة بالنرويج والشمس هون كتير قليلة، فأول شي وأهم شي بالنسبة لإلي هو الفيتامين د. إذا أوقات بتحسوا حالكم تعبانين بدون سبب أو بتمرضوا كتير ومناعتكم ضعيفة أو حتى عندكم ألم بالعظام، فالأغلب السبب ممكن يكون بنقص فيتامين د. وللأسف في كتير ناس عندهم هذا النقص وما بلاحظوا هذا الشي. يفضل لما تيجوا تختاروا نوع، تختاروا نوع نظيف ويكون بيحتوي على الكيت 2. ويفضل لما تيجوا تاخدوه مع مصدر دهون. أنا باخده مع الأوميجا 3. إذا مو متوفر عندكم الأوميجا 3، خدوه بعد وجبة الغداء مباشرة، أو حتى فيكم كمان تاخدوه مع معلقة صغيرة من زيت الزيتون. تاني شي عنا الأوميجا 3 هون، بيساعد إذا عندكم جفاف بالبشرة أو بهتان، حتى كمان لو شعركم ما في لمعة وبهتان بيكون كمان ناقص بالأوميجا 3. مفيد كتير كمان للجسم وللمخ والقلب. مثل ما قلت أنا باخده مع فيتامين د مشان يساعد على امتصاص فيتامين د بشكل أفضل. وثالث شي عنا المغنيسيوم. المغنيسيوم يفضل انه لما تيجي تشتريه تكون الكلمة هاي موجودة، الجليسيانت. بيساعد اذا عندكم شد عضلي او متوترين طول الوقت، وكمان بيساعدكم تدخلوا بالنوم بشكل افضل. انا باخده قبل النوم بشي نص ساعة. وعنا كمان البي 12، مهم إذا بتحسوا بتعب أو ما عندكم طاقة، لأنه إله علاقة بالأعصاب والطاقة بالجسم. هاد باخده الصبح حري مشان ما يتعب لي معدتي. وآخر شي الحديد، بس حاليا أنا وقفته لأنه تحاليلي كلها تمام الحمد لله. نقصه ممكن يسبب تعب، دوخة، وأكيد أكيد تساقط شديد بالشعر. بس زيادته كمان مو شي منيح. بالنهاية مو كل فيتامين لازم تاخدوه، كل جسم له احتياجه. أهم شي تعرفوا شو ناقصكم وتاخدوه بالطريقة الصح.